السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا جماعة. النهاردة فيديو جديد وفيديو مختلف. عنوان الفيديو يا جماعة، عنوان الفيديو: هتستفيد ايه؟ شخص ما هتستفيد ايه من الأذية الناس؟ يعني انت هتستفاد ايه من أذية الناس؟ تمام؟ اللي انا حابب اتكلم معاكم فيه النهاردة يا جماعة ان في ناس، يعني بدون ذكر اسماء، في ناس عندي على القناة بدون ذكر اسماء يا جماعة، الناس دي بتخش بتعمل ايه؟ مجرد ان هي بتخش تعمل لايك وتكتب كومنت وتطلع، هي اصلا ما بتتفرجش على الفيديو. تسألني كحسن تقول لي هما ليه بيعملوا كده؟ اقول لك في ناس كده، زي ما قلت في الاول، في ناس بتحب تأذي الناس. يعني ناس بتحب تأذي الناس. يعني انا المفروض يا جماعة ان انا احكي لكم ان انا عندي قصة في موضوع قناتي، وان قناتي موقوف فيها الربح، وان انا في حوارات كتيرة عندي في القناة، والحمد لله يعني ربنا عدها على خير، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله انا لحقت القناة، وبستنى شهر ان شاء الله عشان اقدم ان شاء الله في القناة، وان شاء الله يرجع الربح تاني للقناة. بس ايه لازمة لما انت لما انت هتخش يا شخص ما، انا مش قصد حد بعينه يا جماعة، انا بتكلم على اللي بيعملوا كده. لما انت مش حابب قناة حسن هاشم ومش حابب المحتوى بتاعه، عامل اشتراك عندي ليه؟ طالما انت بتأذيني. ما هو معنى ان انت تخش ما تتفرجش على الفيديو وتخش ان انت مجرد بس تشوف الفيديو كده من بره خارجي، وتروح داخل عامل لايك وعامل كومنت، انت كده مش بتفيدني. على عيني وعلى راسي عامل لايك وكومنت، بس انت كده مش بتفيدني. انت كده بتضرني وبتوقع من رينك القناة. رينك القناة ده يا جماعة، كل الناس اللي عندها قنوات تركز معايا. رينك القناة ده يا جماعة اللي هو التفاعل على القناة، مشاهدات القناة. تمام؟ ده اسمه رينك القناة. الرينك بتاع القناة اللي هو المشاهدات المتعودة عليها القناة، والإحصاءات المتعودة عليها القناة. لما انت بتنزل فيديو بيجي لك بعد ساعة أو ساعتين من الفيديو إحصاءات. الإحصاءات دي المفروض إن أنت بتتبعها عشان تعرف قناتك ماشية إزاي. تمام؟ أنا الإحصاءات بتبين لي يا جماعة في الفيديوهات اللي أنا بنزلها إن الناس المشاهدين اللي بيخشوا مشاهداتك كويسة. تمام؟ مدة المشاهدة قليلة جدا. يعني مدة المشاهدة بتبقى مثلا من دقيقة لدقيقتين، والفيديو 8 دقايق. فبلاقي السهم بتاع المشاهدة نازل لتحت بالرمادي، لونه بيبقى رمادي ونازل لتحت. لو انت المشاهدات عندك عالية ونسبة مدة المشاهدة من الفيديو عالية، هتلاقي السهم بقى اخضر. انا السهم عندي بيبقى رمادي، بعرف وبيقول لي المدة قد ايه اللي اتفرج عليها المشاهد لما دخل عندي. تمام يا جماعة؟ فانا مدة المشاهد عندي بتبقى قليلة جدا. يعني مدة المشاهد عندي بتبقى قليلة جدا. السبب ايه يا جماعة؟ ان كل اللي بيخش بيوهمك ان هو بيتفرج على الفيديو، وهو ما بيتفرجش على الفيديو. هو بيخش يشوف كده الفيديو من اوله، حاجة بسيطة منه مثلا دقيقة دقيقتين، ويروح عامل لايك وقافل الفيديو، عامل لايك وعامل يعني عامل كومنت، على اساس ان هو بيوهمك ان هو دخل يتفرج على الفيديو بتاعك للاخر، فبيديك كومنت، بيعمل لك كومنت وبيعمل لك لايك، انما هو اصلا ما بيتفرجش على الفيديو. ده بيأثر يا جماعة على رينك القناة عندي، وبيأثر على إحصاءات القناة عندي، لأن أنا المفروض إن الفيديو عندي طالما عجبك من بره، وطالما عجبك من بره كصورة مصغرة، وعجبك كعنوان، فهو شدك. فأنت المفروض لما بتخش بتكمل الفيديو. فأنت ما كملتش الفيديو، يبقى أنت كده بتضرني. أنت مش بتعلي مني، لأن اليوتيوب كده بيفهم إن الفيديو بتاعي الصورة المصغرة بتاعته مش كويسة، وإن الفيديو مش حلو. ليه؟ لأن المشاهد بيخش وبيطلع على طول، ما بيكملش اصلا دقيقه او دقيقتين. يعني الفيديو بيبقى 8 دقايق، بيتفرج منه دقيقه ودقيقتين وبيروح طالع. معناها اليوتيوب ما بيقترحش الفيديو بتاعي الاقتراحات المظبوطه، اللي هو الطبيعي بتاع الفيديو بتاعك اللي هو بيقترح، والطبيعي بتاع المشاهدات بتاعتك. يعني مثلا بيبقى مثلا مشاهداتك من 60 ل 100 مثلا، المشاهدات هنا بتقل او بتزيد، بس البني ادم اللي بيخش ما بيتفرجش اصلا على الفيديو. فده غلط جدا يا جماعه. فانا بقول لكل الناس اللي بتاذيني يا جماعه، يعني ليه انت بتاذيني؟ ليه الاذيه؟ انت المفروض لما تخش، لو انت مشترك ومقتنع بان انت مشترك في القناه، ومقتنع بقناتي،
مقتنع بالمحتوى بتاع قناتي ومقتنع بيا كحسن هاشم، مقتنع بالمحتوى اللي انا بنزله بيعجبك، المفروض تخش انت كمتابع تتفرج على الفيديو للاخر وتعمل الكومنت وتعمل اللايك. ده لو انت حابب القناه. لو انت مش حابب القناه ومش هتتفرج على الفيديو كامل عندي، مش هتراعي ضميرك في لما تخش على قناه وتشترك فيها تبقى مشترك عشان انت هتتابعها، يبقى ما تشتركش من الاول. لو انا يا جماعه غلطان قولوا لي انت غلطان في الكومنتات. مستني كومنتاتكم ومستني الاراء بتاعتكم يا جماعه في الكومنتات، ومستني تقولوا لي رايكم ايه في الموضوع ده، وانا بتكلم صح ولا بتكلم غلط. تمام. وعرفوني يا جماعه رايكم في الموضوع ده، هل انا صح ولا غلط. انت طالما مش عاجبك القناه ما تشتركش، طالما مش عاجبك محتوايا ما تشتركش. لو انت هتخش تتفرج دقيقه دقيقتين وتطلع من المحتوى وتعمل لي لايك وتعمل لي كومنت، ملهاش لازمه. انت كده مش بتساعدني، انت كده بتضرني. ايه الكلام، ايه في كلامي غلط يا جماعه؟ ايه في كلامي غلط؟ هل انا بتكلم ولا بقول كلام غلط؟ مش الصح يا جماعه المشترك ان هو يخش يتفرج على الفيديو للاخر طالما مقتنع بالمحتوى بتاعه ومقتنع بالقناه بتاعتي ومشترك عندي، المفروض يخش يتفرج على الفيديو للاخر. يا عم مش هقول لك للاخر، على الاقل حتى هتتفرج على نص الفيديو، 4 دقايق من الفيديو او 3 دقايق من الفيديو او 5 دقايق من الفيديو، وبتعمل لي لايك وبتعمل لي كومنت. انت كده بتديني احصاءات وبتديني مشاهدات كويسه جدا، وكده انت بتهتم بالمحتوى بتاعي. لو انت مش عاجبك المحتوى، هو مش اجباري على فكره يا جماعه، انا مش بقول للناس اجباري تخش تعمل كذا، لا والله. لو انت بقى مش حابب او انت مشترك كاسم مشترك وخلاص متضاف عندي بزياده وخلاص على الفاضي ملهاش لازمه، يبقى انت يا باشا احسن شيل الاشتراك. طالما انت بتضرني هتستفيد ايه لما تاذيني؟ انت كده بتاذيني مش بتضر، مش انت كده بتاذيني، مش بتبقى كويس معايا. انت مش معايا، انت كده بتاذيني، انت مش بتنجح قناتي، انت كده بتاذيني. تمام. فيا ريت يا جماعه، يا ريت نبطل اذيه في الناس. والكلام ده لكل القنوات يا جماعه، والكلام ده لكل الناس اللي عندها قنوات يا جماعه. وليا انا شخصيا، انا والله يا جماعه لما بخش عند حد من الناس اللي انا مشترك عندها، طالما انا مشترك يبقى انا مقتنع بالمحتوى بتاعك. ولما بخش بعمل لايك وبعمل كومنت بحب، لان انا حابب القناه بتاعتك وحابب المحتوى بتاعك، اقسم بالله. وده الصح وده المفروض يا جماعه. المفروض تبقى مشترك بإرادتك، مش مشترك غصب. لازم تبقى مشترك في القناة بإرادتك، وعارف انت بتعمل ايه كويس، وعارف انت بتشترك ليه في القناة، وعارف انت هتستفاد ايه من القناة، عشان كده بتشترك فيها وبتتابعها للآخر. فيا جماعة المفروض الصح ان المشترك في القناة اللي هو المتفاعل فعلا ومقتنع بقناتك، هو اللي بيخش بيتفرج على الفيديو للآخر وبيعمل لك كومنت وبيعمل لك لايك كويس، بيعمل لك كومنت كويس ولايك كويس. ده اللي بيحبك، ده المشترك الكويس عندك. انما المشترك اللي بيوهمك ان هو بيتفرج على الفيديو وبيخش يتفرج على الفيديو دقيقة ويروح طالع وكاتب لك كومنت ولايك وبيحسسك ان هو اتفرج على الفيديو كله، ده بيبان عندنا يا جماعة في الاحصاءات، مش بالاسم، مش بيبان بالاسم، بس بيبان في الاحصاءات ان الفيديو عندي مدة المشاهدة فيه قليلة من دقيقة لدقيقتين. فانا بفهم ان اللي بيخش ما بيتفرجش على الفيديو. تمام. معلش يا جماعة صدعتكم وقولوا لي رأيكم في الكومنتات في الموضوع ده، وهل أنا بتكلم صح ولا غلط. واستنوني في الفيديو اللي جاي جديد، فيديو طبخ إن شاء الله ووصفة جديدة على قناة حسن هاشم. هتوحشوني. باي باي حبايبي.